650 مليون سنتيم هو الراتب الشهري الذي سيحصل عليه الحارس غاية مرباح نظير توقيعه ل5 مواسم مع شبيبة القبائل، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ البطولة الجزائرية بعد يوسف بلايلي الذي يصل راتبه مع مولودية الجزائر بحسب العقد الموجود على مستوى الرابطة إلى 700 مليون سنتيم. وقبل حارس شباب بالوزداد رئيس وهاب مبولحي الذي انضم قبل عام لصفوف أبناء العقيبة مقابل راتب شهري يناهز 600 مليون سنتيم، دون الحديث عن الامتيازات المالية الأخرى، ومدفوعة بضغط من الشارع وجشع وكلاء اللاعبين، ومعها تورط بعض المحسوبين على الإعلام. تشير كل التوقعات لبلوغ رواتب اللاعبين في البطولة المحترفة تحسبا للموسم المقبل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، خاصة ما تعلق بالأندية المملوكة من طرف الشركات العمومية، والتي في ظل غياب أي آلية للمراقبة والتدقيق في صرف هذه الأموال العمومية لا تملك أي حرج في منح لاعب لا يملك حتى صفة دولي مبالغ بمئات الملايين حتى في غياب أي إضافة فنية أو إمكانية لتحقيق عوائد من بيع هؤلاء اللاعبين مستقبلا. قبل 5 سنوات فقط، وعلى هامش الجمعية العامة لرابطة كرة القدم المحترفة لسنة 2019، تم الكشف عن بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة برواتب اللاعبين في تلك الفترة، والتي أشارت إلى وجود 30 لاعبا ينشطون في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم كانوا يتقاضون راتبا شهريا ب300 مليون سنتيم. وأثارت تلك الأرقام وقتها ضجة كبرى جعلت الرابطة من يومها تفرض حظرا كاملا وتتستر عليها بشكل كامل، وهذا دون الحديث عن الأرقام الفلكية الأخرى الخاصة بشراء عقود اللاعبين. وعلى سبيل المثال، فريق مولودية الجزائر اشترى عقد زغرانة من أسيك ميموزا ب300 ألف أورو، واشترى عقد نعيجي من نادي لافال مقابل 200 ألف أورو، وهو ذات المبلغ الذي دفعه شباب بالوزداد لشراء عقد إسحاق بوصوف من شركة سيتي جروب، فيما دفعت إدارة ربحي دائما 150 ألف أورو لشراء عقد المالي سماكي من نادي بنزرة التونسي، بعيدا عن المليار الذي دفع فريق مولودية الجزائر لشراء بايزيد من خنشلة، والمليار الآخر الذي دفعه فريق مولودية وهران لشراء باكو من ذات الفريق، فيما صارت كتلة الأجور الإجمالية لدى بعض الفرق تتجاوز 7 مليار سنتيم شهريا. ولم يعد مستبعدا أبدا أن تصل رواتب اللاعبين خلال الموسم المقبل أو تكسر حاجز المليار سنتيم، خاصة بعد أن دخلت أندية مثل شبيبة القبائل ومولودية وهران ووفاق سطيف ميركاتو اللاعبين بقوة بعد سنوات من احتكاره من فرق شباب بالوزداد ومولودية الجزائر، وبدرجة أقل اتحاد العاصمة. والتنافس بلغ مداه لاستقطاب اللاعبين دون ضوابط اقتصادية ولا معايير فنية ليستمر العبث واستنزاف المال العام دون حسيب ولا رقيب.